السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا تنفع في الفطار او العشاء. بيحبها الكبير قبل الصغير. هنعمل حلوى لسان العصفور باللبن، جميلة جدا مفيدة ومغذية للكبار والصغيرين. تنفع معاكي في الفطار، سواء تعمليها في بولات صغيرة او تحطيها في بولة كبيرة للكل كأكل سريع كده وهو سخن، او حابة تعمليه زي ما انا عملته كده تحطيه في بولات صغيرة وتقدميه كنوع حلو للفطار او العشاء. هنجيب الحلة بتاعتنا وهنزل بكوباية من لسان العصفور حوالي ربع كيلو. هنزل بكوباية من المية، نفس الكوباية اللي انا عايرت بيها لسان العصفور. هبدأ اسويه، اول ما يبدأ يغلي هقلبه تقليبتين وهدي عليه النار لحد ما يستوي خالص ويشرب المية بتاعته. لو حابة بقى تعملي تضاعفي الكمية بتاعتك طبعا بيبقى جميل، بتعمليه في بولات صغيرة وتقدميه كنوع حلو. لما يبرد تحطيه في التلاجة وتزينيه بأي حاجة انتي حباها. في ناس تاني بتحب تاكله تفطر او تتعشى بيه هو سخن كده، اول ما بيتعمل على طول بتحطه، بتقدمه في طبق كبير وبيبقى زي طبق الفطار او العشاء كده، بيبقى جميل جدا بيتاكل هو سخن. اللسان العصفور بتاعي شرب المية بتاعته، طبعا اول ما بيغلي بهدي عليه النار بسيبه يستوي براحته. هو بقى استوى شرب المية بتاعته كلها. هبدأ انزل باللبن بتاعي علشان اكمل التسوية بتاعته. الكوباية دي اللي هي ربع كيلو لسان العصفور هتاخد نص كيلو من اللبن. طبعا بقلب لسان العصفور بتاعي الاول لحد ما يبرد، يبقى فيه سخونية خفيفة كده قبل ما انزل باللبن بتاعي. اللبن طبعا بيبقى بدرجة حرارة الغرفة عادي او من التلاجة، ما بيبقاش سخن. بننزل باللبن بتاعنا على لسان العصفور ونقلبه كويس علشان اللبن ما يربش مني. هنبدأ ننزل بمعلقة كبيرة من جوز الهند، برضو مستمرين مع بعض في التقليب. بعد كده هننزل بحوالي 10 معالق من السكر. طبعا السكر دوت حسب الرغبة، حابين تزودوا او تقللوا، هما ال10 معالق كويسين، لو حابين تزودوا عادي. هنقلب بقى لحد السكر بتاعنا ما يدوب نهائي، وناخد بالنا ان احنا نهدي النار ونستمر في التقليب علشان ما يتلسعش مني. اول ما يبدأ يغلي معايا، طبعا هو احنا مسوين اصلا لسان العصفور بتاعنا من الاول في المية، فهو ما بياخدش معايا وقت، يدوبك بيغلي غلوة والتانية زي ما احنا شايفينه كده. ولازم يبقى فيه نسبة لبن، ما يبقاش ناشف خالص، لان احنا عارفينه هو كمادة فيها نشا، فما ينفعش ان احنا ننشف اللبن بتاعه. هيغلي حوالي دقيقة او 2 بالكتير. بنجيب بقى شوية مية صغيرين مع معلقة كبيرة من النشا، ونبدأ نقلب النشا بتاعنا على البارد في المية اللي هي حوالي ربع كوباية مية او اقل، علشان بس ندوب النشا بتاعنا. بعد كده هننزل بالنشا دوت على الخليط بتاع لسان العصفور باللبن علشان يديه قوام جميل كده معانا واحنا بناكله، يبقى فيه تماسك بيه. دوبنا النشا بتاعتنا كويس، ميبقاش فيها اي تكتلات. هننزل بقى بالنشا على لسان العصفور، ولو حابين ان انتوا تحطوا معلقة كاستر برضو بيبقى جميل، بيدي نفس النتيجة، بس انا استخدمت نشا سادة. هنقلبها يا دوبك تلف معانا وتبدأ تتقل، يبقى هو كده لسان العصفور بتاعي استوى بقى جاهز. شايفينه بدأ يلف معانا اهوت، ما بياخدش حاجة بعد ما نحط النشا بتاعنا، ما بياخدش دقيقة معاكي وبيكون جاهز للتقديم. هنبدأ بقى نصبه في البولات بتاعتنا، لو احنا هنعمله كنوع حلو ونسيبه يبرد وناكله لما يبرد، او سواء هنفضيه في بولة كبيرة ويبقى كفطار او عشاء وهتاكل سخن، بيبقى جميل جدا. بنديه رشة جوز هند من فوق مع شوية زبيب، بيبقى جميل جدا صراحة في الفطار والعشاء. بينفع الكبار والصغيرين ومفيد ومغذي وغير مكلف.
اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، وباذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير بإذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم.